النهارده بقى هعمل معاكم صينيه دبابيس فراخ شكلها يفتح النفس، طعمها حلو جدا صدقوني. واول ما تجربوها مش هتبطلوا تعملوها. الدبابيس شاربه كويس جدا من التتبيله ومستويه. اول حاجه عندي 2 كيلو ونص من الدبابيس، غسلتهم كويس وحطيتهم في المصفى صفوا الميه خالص. بعد كده عصرت عليهم ليمونه كبيره ودعكتهم في بعض كده تمام. بعد كده بجيب الدبابيس وكل دبوس بعمل فيه 3 فتحات زي ما انتوا شايفين، عشان لما احطه في التتبيله يشرب كويس جدا من التتبيله. عملت لكم طريقه دبابيس قبل كده وجابت فوق ال 200 الف مشاهده، وكتبتولي في التعليقات كلام حلو جدا ان هي عجبتكم، وان شاء الله دي تعجبكم هي كمان. اول حاجه في التتبيله بتاعتنا عندنا بصلايه وسط بتبشروها على المبشره اليدويه، وربع كوبايه من الزيت، وعليهم كمان علبه من الزبادي اللي هي مقدار 170 جرام، ومعلقتين كبار من عصير الليمون، ومعلقه صغيره من الزنجبيل الفريش بتفرميها كده، ومعلقه كبيره من العسل الاسود. وقلت لكم ما تقلقوش خالص من العسل، وانتوا جربتوها في تتبيله قبل كده وعجبتكم وقلتوا لي عليها حلوه جدا. عندنا بقى البهارات بتاعتنا، البهارات السبعه: بابريكا، ملح، كزبره ناشفه، فلفل اسود، وتوم باودر، كلهم معالق صغيره ما عدا الملح معلقه كبيره ممسوحه، ومعلقتين كبار مليانين من معجون الطماطم اللي هي الصلصة، ونص معلقة كبيرة من هريسة الشطة. بس كده، هي دي التتبيلة بتاعتنا، ونقلبهم كويس. بجد صدقوني اول ما هتجربوا التتبيلة ديت هتعجبكم جدا، والتتبيلة دي تنفع معاكم للفراخ الكاملة والاوراق كمان. التتبيلة دي بجد صدقوني حلوة جدا وهتعجبكم، وهتخلي معاكي الدبابيس طعمها حلو جدا. بعد ما بقلبها كويس زي ما انتوا شايفين وكل المكونات اندمجت مع بعض، بجيب بقى الدبابيس واتبلها كويس، وادخل كمان التتبيله في الفتحات اللي هي بتبقى في الدبابيس اللي احنا عملناها. في ناس ما بتحبش الجلد ده، ما ينفعش تعملي صينيه دبابيس فراخ وتشيلي من عليها الجلد، لان هتنشف معاكي في الفرن، فلازم تعمليها بالجلد. وبعد كده بعد ما تستوي عاوزه ترمي الجلد ده ارميه. كده تمام، تبلناها كويس، هندخلها في التلاجة اقل حاجة ساعة، ما ينفعش اقل من كده تمام. تعالوا بقى نغطيها وندخلها التلاجة. انا هنا بقى ايه، بعد ما طلعتها من التلاجة كان بقالها ساعة بس، صدقوني ما بقالهاش اكتر من كده. جبت الصينية وابتديت ارص فيها الدبابيس زي ما انتوا شايفين، واي صينية عندك تنفع. وبكون مشغلة فرن البوتاجاز على درجة حرارة 220 عشان ادخل الصينية دي على فرن ايه سخنة، ما تكونش باردة يعني. بعد ما رصيت كل الدبابيس جبت بقى التتبيلة اللي احنا كنا متبلين بيها الدبابيس، ونبتدي بقى ندهن كل الدبابيس بالتتبيلة دي. بعد كده بتدخليها فرن ساخن على درجة حرارة 220 على الرف الأوسط، هتاخد معاكي 40 دقيقة 45 كده يعني. آخر 5 دقايق بتولعي لها الشواية من فوق. خدت بالظبط يا جماعة 45 دقيقة وطلعت واخدة اللون القمر ده، مستوية طعمها حلو جدا. لو عجبتكم ما تنسوش اختكم في شير ولايك حلو منكم.